المغرب كان افضل، كان اثبت ثقيل المغرب. نعم ثقيل، يعرف شريط في المباراه. الامارات يا اللي كنتوا بتقولوا على المغرب كوبايه شاي، قلت لك يا ابني بلاش تستفز المغرب. شفت الواد اللي كان بيقول لك امبارح عرب اسيا احسن من عرب افريقيا؟ سعيد الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل ربي. الامارات مستحيل تفوز على المنتخب المغربي. الحمد لله لاعب فنان داخل منطقه الجزاء. شكرا زملائي، نقول الف مبروك لمنتخب المغرب الفوز والتاهل للنهائي، وهارد لك للمنتخب الاماراتي، هارد لك. الله يسلمك، الحمد لله على كل حال، مكتوب. حاولنا وسعينا لكن كنا نسعى ننتصر نغلبهم لكن ما قدرنا والله. المغرب كان افضل، كان اثبت واثقل، يبين فريق ثابت وثقيل في الملعب. ثقيل المغرب. نعم ثقيل، يعرف شريط في المباراه. خلصها هجمه مرتده، خلص الاقوال على طول. ما المباراة الأخيرة لعبتوا 120 دقيقة، وصلتوا بلنتيات، قاتلتوا فيها، اليوم ثلاثية. ما نقدر، ما بقول لك اثرت علينا، لكن المغرب يبين في الملعب تخطيط، واقفين صح باماكنهم. اللعيبه قوي المغرب، قوي جدا، الفريق الثاني وقوي جدا، لكن الحمد لله خذنا تجربه، يبنى الرابع او الثالث، والحمد لله رب العالمين. المرات الجايه ان شاء الله معوضين ان شاء الله. الحمد لله عليك، هارد لك. يعطيك العافيه. هارد لك، يعطيك العافيه، الامور طيبه ان شاء الله. ايش اللي صار اليوم؟ والله اليوم لعيبه حسيناهم مرتبكين وايد، ما ادوا بصراحه. المباراة الأخيرة قاتلتوا فيها، اليوم ثلاثية. والله هاي حال الكوره، نقول الحمد لله على كل حال، وان شاء الله القادم افضل. ايش سبب الخسارة اليوم؟ قلت لك اللعيبه منصدمين، احس ان ما قاعدين يستوعبون ضغط الجمهور. ما في قوي المغرب. المغرب مو بقوي، لعيبتنا الامان اللي عطوهم الفرصه. معوضين خير. وياك ان شاء الله. هارد لك. امور طيبه عادي، يوم لك ويوم ان شاء الله. يوم لك ويوم عليك. صح. ايش سبب الخسارة اليوم؟ الارهاق، مباراة الجزائر اللعيبه كانوا مرهقين صراحه. مرهقين. اي مرهقين. والحظ بعد الشوط الثاني كان سيطره الامارات بس. الامارات المباراة الأخيرة قدم ملحمة، اليوم يخسر بثلاثية. اقول لك ارهاق، مباراة مثل ما قلت ملحمه، يعني كانوا مرهقين صراحه. يعطيك العافية، معوضين خير ان شاء الله. هارد لك. يا اخي والله ظلم، كل مره نوصل نص نهائي نرجع، نوصل نص نهائي نرجع. ملينا من 2000 من كاس الخليج، المستوى نزل. المغرب عمل حفلة على الامارات النهارده، الثالث والمرة دي مين؟ قولوا لي مين يا جماعة؟ حمد الله ده ولا مين؟ يا سلام عليك يا ابني، يا سلام عليك يا عالمي. 3-0. افرح يا مغربي، افرحوا يا اسود، الاسود للمباراة النهائية. شوف اللعب والاداء، شوف السيطرة، شوف العرضية، شوف الهدف، شوف حمد الله العالمي. شوف يا ابني اللعبة من أولها، يا سلام. كعب راح مرر عملها. الله 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 على حريمات، والله على حمد الله، والله على اللعب، والله على التألق. هداف بالفطرة. عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الثالث بالثلاثة يا إماراتيين، خدوها. يلا مع اقلع التيشيرت عادي، انذار عادي، مش مشكلة الانذار، انت كده ما لعبتش في البطولة يعتبر. الله على الجمهور المغربي، والله على الروعة. كابتن طارق، افرح يا كابتن طارق، افرحوا يا مغاربة، ادي انذار للكابتن حمد الله. 3-0 3-0. فين يا إمارات؟ مش شفناكوا يعني؟ فين يا إمارات يا اللي كنتوا بتقولوا على المغرب كوبايه شاي؟ فين يا امارات؟ عملتوا ايه في المباراه؟ ده انتوا ما خدتوش هجمه، ده انتوا يا دوب تسنتروا. المغرب يسجل هدف وانتوا تروحوا تسنتروا، المغرب يسجل هدف وانتوا تروحوا تسنتروا، والمغرب يسجل هدف ثالث وانتوا تروحوا بس هو ده اللي انتوا عملتوه. لكن تتكلموا ليه وتستفزوا المغاربه ليه وتتكلموا على؟ قلت لك بلاش تستفز المغاربه يا ابني انت وهو، قلت لك يا ابني بلاش تستفز المغاربه، قلت لك المغاربه هيكويك، قلت لك المغاربه انت مش قدهم، قلت لك المغاربه يقدروا ينتصروا عليك. لكن معلش
يا ريت تتعلموا، يا ريت كل اللي بيستفز المغرب يتعلم. وصول للمباراة النهائية، فرحة اللاعبين، أداء ولعب وشخصية وقوة وهيمنة يا مغرب أنا بحلم بيك، والله بحلم بيك. هيا اجحدوها يا أبناء المغرب، قول أنت ما تفرحش معانا، حنحبكم بزاف يا المغرب، حنحبكم بزاف يا الرباط، يا الكازابلانكا، يا طنجة، يا مدينة واجدة. مبروك للمغاربة عربا وأمازيغ. أنا بحلم بيك يا مغرب، والله أنا بحلم بيك، وفي النهاية أنا مستنيك. طبعا أنا مبسوط فرحان للمغرب عشان شخص أحب أبو رزيقة، هذا اللي فرحني في الاتحاد سنوات، في اتحاد جدة. هذا حمد الله عليك يا عبد الرزاق. للمواقف الحاسمة رجال، حمد الله أحد هؤلاء الرجال. أنا بحلم بيك وفي النهائي مستنيك. والله لو جات السعودية والمغرب في النهائي، لا الدنيا نار يا اخوان والله. وطبعا انتهت مباراة المغرب مع الإمارات. هارد لك للإمارات ومبروك للمغرب. افرحوا، مسألة وقت نخلص من المنسف ونجيكم بإذن الله. نخلص من النشامة وجايينكم بإذن واحد أحد. انتظروا بس، هي كلها مسألة وقت بإذن الله. يا الله، والله من غبن غبنة. هارد لك جماهير المنتخب الإماراتي يا أخي. ليش حق الله العظيم، حق الله العظيم. شكون تفوزوا علينا؟ احنا وانتو اخوان. هالهدرة ما يزينا هالهدرة. ما هكا. اسمه طارق. نعم لازم يكون مميز. طبيعي. مباراة كبيرة بصراحة المنتخب المغرب، مباراة كبيرة للتعامل مع المباراة، مع قراءة المشهد، مع الاستفادة من الجودة اللي يمتلكها على دكة الاحتياط كعناصر بإمكانها أن تغير من شكل المباراة. نتيجة المباراة بوجهة نظري الشوط الأول المنتخب الإماراتي كان قريب، أخطر، وصل إلى المرمى، لكن لم يستطيع أن يترجم هذه الخطورة إلى أهداف. في المقابل المنتخب المغربي استطاع أن ينظم في الجانب الدفاعي وينظم بصورة ممتازة جدا، استطاع أن يعمل على إبعاد وعزل الفريق المنتخب الإماراتي من داخل منطقة الجزاء، وبالتالي عمل على هذا الشيء. القوة اللي يمتلكها، الأطراف اللي يمتلكها المنتخب المغربي كانت ممتازة جدا. عامل التعامل مع الشوط الثاني وتحديدا في إدخال حمد الله لاعب هداف ولاعب رائع ولاعب مميز ولاعب ثقيل في الملعب، يحتاج أن يكون متواجد. أزارو نعم لاعب مختلف. نعم. أزارو في الكرات الهوائية جيد، بنية جسمانية ممتازة، التحامات ممتازة، تستخدم بطريقة مختلفة، يختلف عن حمد الله لاعب فنان داخل منطقة الجزاء. الهدف اللي سجله ترى كرة ما هي بتلك الخطورة، مو الكل يتعامل معها بذكاء، التمركز والحركة والهروب من الرقابة. ذكاء نعم. لا لاعب جيد قارئ داخل منطقة الجزاء. شفت الواد اللي كان بيقول لك امبارح عرب اسيا احسن من عرب افريقيا؟ ادي يا ابني 3 بيته وعلى الهادي. شفت يا كابتن مجيد؟ عشان تعرف ان انت في مباراه الجزائر عكيت. ادي المغرب اهو، يعني الجماهير الجزائريه عارفه ان انت اكتر واحد فشلت المنتخب الجزائري في مباراه الامارات. النهارده بقى المنتخب المغربي، طبعا الكابتن طارق السكتاني والدكتور الراجل ده قاعد على المصليه وقاعد بالسبحه ومش ناعي هم اي حاجه، ممكن يروح يعمل عمره ويجي والماتش شغال. راجل مبارك، الراجل كده يبان هادي وبتاع، ولكن ايه ومن جوه بيغلي الراجل الكابتن طارق السكتاوي ده راجل محبوب لله في لله، قاعد بالسبحه والمصليه قبل الماتش. فالراجل مش ناعي اهم حاجه، راجل مع الله على طول. فالمباراه يا جدعان اعتقد النهارده ان لو انت كنت قاعد ويعني دارس كوره كويس وفاهم ومتعمق في كره القدم، تعرف ان المغرب مستحيل تفوز على الامارات، الامارات مستحيل تفوز على المنتخب المغربي. يعني حتى المنتخب المغربي لما تراجع شويه في بدايه الماتش، في بدايه اللي هم اول 20 دقيقه، ولذلك انا بقول لايه للاتحاد الاماراتي لكره القدم، يا ابني انتوا عندكم الفلوس، اشتغلوا جيبوا اكاديميات، هاتوا لاعبين اماراتيين يلعبوا. ليه؟ عشان اللاعب الاماراتي اللي هو من اصل اماراتي، يعني اماراتي، لما يجي يقول النشيد الوطني الاماراتي يعمل كده ويقول النشيد، هيحس بالنشيد. لكن بتاع برازيل مش هيحس، بتاع ارجنتين مش هيحس. انتوا عندكم لاعب مغربي ولاعب تونسي ولاعب مصري والباقي برازيل برتغال، مش هيحس، واثنين اماراتيين. فيعني هتلاقي افضل لاعب، لو انت جيت قلت لي افضل لاعب في منتخب الامارات مين؟ الحارس المرمى المقبالي اللي هو حارس مرمى. ليه؟ اماراتي. كابتن، شعورك وانت في نهائي كاس العرب؟
سعيد الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، هذا من فضل ربي. وكيف ما تنقول دائما يعني علم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، والتواضع جميل. من تواضع حقيقة من تواضع لله رفعه. الإخلاص في العمل أكيد أن ربي كيوفق، يعني هذه وصفة اللي عبد ربي كيمشي بها. والحمد لله لقينا كذلك لاعبين اللي بواحد القلب وبواحد لي فالور، بواحد المبادئ، بواحد الأخلاق كبيرة بزاف، كترأسها الحب ديال الوطن، الوطنية والغيرة على حمل القميص الوطني وتمثيل المغرب أحسن تمثيل. والحمد لله انتم شفتوا الرجال كيفاش قاموا بالمقابله. انا يمكن كنت قلت قبل المقابله بانه المقابله يعني المفاتيح ديال المقابله كتكمن في الذكاء ديال التعامل مع مجريات المقابله، وكتكمن كذلك في التريث والصبر. السعوديه والاردن، من تفضل ان تواجه بكل صراحه؟ اللي جا مرحبا. من الاقوى؟ لا شوف، المنتخبين مع المنتخبين قويين، منتخبان وصل عن جدارة واستحقاق لنصف النهائي، كل فريق عنده نقاط قوته. طبعا اللي انت اردت تفوز بالبطوله عليه كان تفوز مع المنافس سواء السعوديه او الاردن. كما قلت منتخبين كبيرين، اكيد المحظوظ والذي سيقدم مباراه سيتاهل. بالعكس المنتخب المغربي مستعد لاي منافس سواء السعوديه او الاردن.